يسعد لي اوقاتكم صبايا بكل وقت وبكل مكان ومن وين ما كنتوا بتتابعوني، واهلا وسهلا فيكم جميعا، واهلا وسهلا بالصبايا الجداد. نورتوا القناه ونورتوا كل حياتي. قبل ما نبلش باي شيء لازم تشتركوا بالقناه هلا مشان ما تنسوا وتفعلوا جرس التنبيه وحطوا لي لايك لهذا الفيديو. وبناء على كتير طلبات اجتني على الفيديو اللي سويت فيه وصفة سانس بستيان، رجعت صورت لكم اليوم سانس بستيان بس تفاصيلها كلها، وراح تلاقوا كل التفاصيل وكل المقادير بالوصف، ولكن لازم تشوفوا الطريقة والمقادير والطريقة كيف انا سويتها لحتى تطلع معكم نفس النتيجة. والنتيجة اللي طلعت معي بتجنن، الطعم واللون والشكل والقوام. وكمان رح شاركهم شو اشتريت للعيد، وكمان تغييرات اللي حصلت في البيت للعيد، ورح اعمل لكم جولة في البيت. هلا هون اجيت على ميدان بارك، مثل ما قلت لكم هذا المحل اللي كان اسمه التايتانينج صار اسمه ميدان بارك، هو محل موجود فيه افرع كتير. هون عم بدور على مضيفة تكون هيك سعرها حلو، فصراحة لقيت مضيفة، ولكن يعني رح صورها معكم بالفيديو باخر الفيديو تقريبا. هلا اشياء ميدان بارك بعرف انه اتوقع انه مختلف اسعارها حسب الفرع، يعني مثلا اذا كان الفرع الفاتح يكون سعره غير سعر فرع مثلا باجلر، غير سعر مثلا ممكن مكان ثاني. مثل ما شايفين كل مرة بحاول انه اصور لكم شيء مختلف من ميدان بارك. هو كفرع الفرع الموجود يعني جنب بيتي هو في ميدان بارك بالفاتح بشارع فوزي باشا. هو تقريبا 6 أو 7 طوابق، فإنه جدا كبير، وتقريبا كل طابق 200 متر، فإنه كتير كبير. فإذا بدي صوره بيوم واحد رح تمله، فبحاول إنه كل مرة حسب الاهتمام مثلا القناة، يعني مثلا حسب اهتمام الوقت اللي بكون أنا مثلا مثل هلا بوقت العيد، فعم حاول صور المضايف أو الأشياء اللي بتخص العيد. وهلا بلش الجد وبلشت اعمل تغييرات البيت للعيد. لازم اشيل كل شيء، الاشياء بتخص رمضان لازم بلش بالتنظيف منيح. ومثل ما قلت لكم على طول انه انا كل فتره وفتره او مثلا كل مثلا مثل على رمضان غيرت السجاده، بس هو بالاساس انا عندي سجادتين مثلا، فكل فتره مثلا على العيد بغيرها برجع بعيدها بشيلها برمضان، فهيك يعني مشان يكون في تجديد بالبيت. بس هالمرة كمان حبيت انه غير وجوه هي الكنبايات اللي شايفينهم انتو، كمان اخذتهم معكم بفيديو من الفيديوهات، يمكن سميته تجديد البيت ب500 ليرة بس هلا اخذت هدول النوع هذا من هدول وجوه الكنبايات، حسيتهم احلى. اسعارهم تقريبا 250 الوحدة، فتنتين كلفونا 500. فهلا شوفوا بعد ما حطيتهم وغيرتهم وهيك مسحت شوي الكنبايات ونفضتهم وهيك، فانه عطوا كتير جمالية، وكأنه غيرت يعني كأني غيرت الكنبايات كلهم. يعني هيك صار عندي تقريبا بدل تاني لوجوه هي الكنبايات، وبدل تاني للسجادات. يعني فيني اعتبر حالي انه لو توسخوا مثلا فيني انه احط شي جديد ويكون عندي على طول شي جاهز ونضيف. وهلا اجا وقت اني شيل كل شيء بخص رمضان، مثل ما قلت لكم مو بقيان يعني اصلا على رمضان غير كم يوم، فلازم نجهز من هلا. بلشت شيل هدول المخدات اللي خاصه لرمضان، رجعت المخدات الوجوه مخدات طبعا بعد ما كنت غاسلتهم وهيك معطرتهم، رجعت لبستهم من جديد وشلت وجوه مخدات رمضان لرمضان الجاي. على فكرة بهذا الوقت وأنا مسوي هذا الأمور كلها كنت حاطة ببالي إني صور سانس بستيان والبيتزا، فتقريبا كانت الساعة بحدود 12:30 1، فلسه عندي وقت. فبعدين هلا بتشوفوا كيف هيك أجلت كمال تظبيط البيت لبعد الأكل، بشارككم إياه كله. بس هدول الأشياء اللي غيرتها بالصالون حرفيا يا بنات عن جد كتير تغيرت نفسيتي، وكتير حسيت إنه كأني اشتريت طقم كنبايات جديد، كأنه غيرت كل بيتي. يعني إنه حلو إنه نحن كل فترة وفترة نحاول إن يعني نجيب هيك شيء بالبيت يكون بيأثر، ويكون إنه يعني مو بس يعني شلون بدي أقول لكم، ما تجيبوا أشياء مثل اكسسوارات هيك ما لها طعمة أو إنه تكون غالية على الفاضي، ولكن إنه أشياء ممكن
ممكن تأثر عن جد فعليا ونكون نحن عن جد بحاجتها. وهون رح بلش اعجن العجين مشان تلحق تختمر لبين ما اسوي سان سبستيان. هون اخذت اول شي كاسين مي دافين، لازم يكونوا دافين يعني مو بحرارة الغرفة، لا دافين دفوهم. بعدين بتاخدوا ظرف خميرة فورية ومثل ما شايفين بتخلطوهم كتير منيح كرمال انه الخميرة يعني تاخد هيك تتمازج مع كل الشي اللي حتحطوه معه. هون انا خلطتهم خفاقة يدوية، وبعدين رح ضيف عليهم معلقتين معلقة كبيرة سكر تقريبا او معلقة وشوي يعني، ورح ضيف عليهم 75 جرام من الزيت، زيت الأونة مو زيت بلدي، ورح ضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح. واخر شي رح ضيف الطحين. هلا انا حطيت 600 جرام طحين تقريبا، بس لازم انتم انه ما تحطوا كل الكميه سوا، ولازم تنخلوا الكميه يعني كميه الطحين كرمال انه تنزل بطريقه صح. وحطوا يعني حطوا تقريبا اقل من الكميه بكاسه، وضيفوا الكاسه الاخيره حسب انتم تشوفوا يعني هيك تمازج العجينه، انه هي محتاجه طحين، محتاجه مثلا اكثر مي، محتاجه شويه زيت اكثر، بحيث انه ما تلزق بايديكم وتنعجن معكم بشكل مريح يعني. هلا هون مثل ما شايفين انا عم ضيف الكميات الطحين شوي شوي وانخلهم، واحاول انه احركهم بالمعلقه لحد ما نزل تقريبا اخر كميه. يعني قبل ما اخلص بشوي رح ابلش اعجنهم بايدي. وهون بلشت انه خلي العجينة كلها تمسك مع بعضها، وبعدين رح افردها على المجلة وبلش اعجنها بشكل منيح. وهيك العجينة صارت جاهزة عندي، ولازم اتركها شوي لترتاح. رح اتركها 20 دقيقة بس، رح اغلفها بستريتش يعني رح ستريتش الشي اللي حطه فيها، واتركها 20 دقيقة ترتاح. وهلا على بين ما تزبط العجينة البيتزا او ترتاح، رح سوي معكم سان سبستيان بناء على طلبكم بالفيديو اللي سويت فيه سان سبستيان. الكل طلب مني الطريقة. هون اول شي عندي 400 جرام لبنة 400 ب 400 800 جرام لبنة، وهون تقريبا 3/4 كاسة سكر ناعم، ضروري يكون السكر ناعم. واخدت هون 3/4 كاسة سكر. هون اخذت انا 6 بيضات لازم يكون دافين يعني بحرارة الغرفة، بس اذا كان البيض عندكم كبير خلوهم 4 بس. واخذت هون علبة كريمة الطبخ، هي 400 جرام كمان بتجي. وهون عندي فانيليا، معلقة كبيرة فانيليا، وفي عندي هون رشة ملح وعصرة ليمونة ومعلقة ونص تقريبا. هدول هن مكونات السان سبستيان، وهلا بتشوفوا كيف رح تطلع النتيجة بتجنن. هلا اول شي رح نضيف اللبنة مع السكر، وضروري كتير تخفقوه بطريقة كتير كبيرة كرمال يتمازج كله وتطلع الخليط كله ممتزج مع بعض. مثل ما شفتوا اول شي شلت المي اللي كانت باللبنة عشان لانه ما بتلزمنا. هلا بعد ما ضفت كل اللبنة 800 جرام، رح ضيف 3/4 كاسة سكر بودرة، ورح بلش اخفقهم كتير منيح بالخفاقة الكهربائية. هلا رح ضيف تقريبا البيض على 3 مراحل. رح ضيف البيض على 3 مراحل، يعني ضيفوا تقريبا كل بيضتين وارجعوا اخفقوا.
بعد ما ضفت كل البيض هلا رح اضيف كريمة الطبخ، وانا عم ضيفها رح اخفق. وهلا رح اضيف المعلقة او نص طحين، وكمان رح اخفق معه. وهلا رح اضيف الفانيليا بمنظور الفانيليا، رح اضيف رشة ملح واخر شي رح اضيف عصرة الليمون. وهلا جبت هذا القالب اول مرة رح جربه بستانس باستيعاب معكم. باخذ القالب الصغير. هلا عندي هون ورقة زبدة بدي اقسم دائري مشان احطها للقالب. هلا رح نضيف هون، رح احط الخليط بالقالب بعد ما حطيت له ورق الزبده. هلا هيك صار عندي الخليط جاهز، مثل ما شايفين القالب حطيتهم بالقالب. هلا بدي احطهم بالفرن لمده 35 دقيقه على درجه حراره 200، مشغلتهم من فوق ومن تحت. هلا هون العجينة صار لها تقريبا نص ساعة أو أكثر مريحتها، شوفوا كيف الشكل. وهون بعد ما أخذ العجين هيك وقته منيح، أخذته هون وقسمته قطعتين، لأنه أنا عندي صينيتين، واحدة كبيرة وواحدة أصغر بشوي، فقسمته أول شي قطعتين وأخذت كل قطعة وبلشت شكلها يعني حجم الصينية. رح أخذ يعني القطعة اللي أنا بدي أحطها بالصينية، ورح أحطها بعد ما أحطها رح شكها بشوية بالشوكة كرمال إنه ما تنتفخ كتير يعني. وهون اخر شي دهنت العجينه بشويه زيت بلد اونا، ورح بلش صف عليها الاشياء اللي تخص البيتزا. وهلا صارت الساندويتش بستيان جاهزه، طلعتها من الفرن، شوفوا القوام كيف. هذا الصوص انا جهزته، جبت برشت بندوره، برشتها ضروري انه تكونوا بارشينها برش مو تقطيع، وبصل وثوم، وحطيت لها زعتر بري ورشيت لها بهارات. هلا رح اضيف هون سجق، هذا السجق تركي، فيكم انتم تجيبوه هيك معلب ومبهر، وفي منه بلا بهارات، انا هذا اللي بجيبه. حط هلا شرائح البندوره وبعدها شرائح الفليفله. حط شويه ذره، وهلا رح احط الفطر. هذا الفطر بجيبه من الشوب، ما بحب الفطر اللي بيجي من المحلات او من الماركتات، هذا بحسه انه هيك اطيب. واخر شي رح اضيف جبنة الموزاريلا بعد ما برشتها. وانتو لو حابين تطلع طيبة بدكم تكتروا كتير جبنة الموزاريلا، هيك لازم تكون الجبنة عليها، انه تكتروا جبنة حتى تطلع النكهة كتير طيبة.
واخر شي رح رش زعتر بري، هو اللي بيعطي السر الطيبة هيك الطيب بالبيتزا. هي بالعجينة الثانية طلعت عندي هاي الصينية تقريبا. أول شي دهنت الصوص نفسه، بس هون حطيت برشت عليها مرتديلا، عم بعمل يعني إنه هيك تغيير عن اللي قبل، ورح حط فيها جبنة، يعني رح تكون بس صوص ومرتديلا وجبنة. هاي الأكلة تبع امبارح المذكرين اللي سويناها مع بعض، زادوا عندي هدول حطيتهم بهاد جات البيركس، بدي سخنهم بالفرن وحطيت عليهم شوية جبنة. عندي كمان كان زايد عندي من هاي اللحمة لما سويتها بالفرن امبارح، فحطيتهم هون كمان بخبز عادي، خبز السوري، وحطيت لهم كمان شوفوا حطيت لهم صوص البيتزا، وحطيت لهم جبنة، وحطيتهم بالكباسة عشان يتكبسوا. في صبايا هلا هيك طالعتها من الفرن بعد ما حطيت 10 دقايق فوق وتحت درجة حرارة، أقوى درجة حرارة عندكم، بس حطيتها تحت يعني مو بالنص ولا فوق. شوفوا كيف والريحة بتجنن. هذا هو هي القوام البيتزا بعد ما خلصت. على فكرة مثل ما قلت لكم النكهة كتير مبينة طيبة، والقوام جدا حلو، والمنظر بيشهي. وهون هدول كمان صاروا جاهزين البيتزا، وهدول هيك يعني هيك فطوري اليوم. وبعد الفطور وبعد ما هيك روقت شوي، وانا كثير على فكره اللي عم يصير فيني بعد الفطور شيء رهيب، يعني كل يوم لازم بعد الفطور الا ما اغفل نص ساعه بحس حالي انه رح يعني عن جد كثير واصله لمرحله جدا كبيره من التعب. فهون بلشت انتم المشايفين اذا متذكرين بالفيديو اللي قبل اللي بجوله في بيتي جبت معكم هي الطاوله كانت في البرندة او كنت انا حاطتها على جنب. فهون اليوم قررت انه رجع الطاوله اللي حطيتها بالبرندة في فيديو اللي سويت فيه ركن قهوه برا، ركن رمضاني. فكونه هلا خلص رمضان والطاوله برا ما بقى تفيدني، واساسا برا بدي يعني صار صيف بدي اقعد يعني برا وهيك على التراس هي اذا ضليت بالبيت، فحبيت انه خلي برا فاضي شوي كرمال بكره نصور مع بعض وهيك. فهون اجيت وفضيت هي الطاوله وعم اطويها مثل ما شايفين، رح اعتلها لبرا وراح ارجع اجيب الطاوله الصفراء وبدخلها لجوا كمان لانه بدي اعمل عليها صفرة رمضان. ورجعت هدول الكنبايتين حطيتهم مكانهم هون حد الباب البيت، وحطيت معهم هاي الوردة البيضة، وعم شيل كل شي زينة بتخص رمضان أو كل شي يعني مثلا ديكورات رمضانية بدي شيل هون كيسهم وحطهم بقلب التخت. هلا اليوم كونه بلشت بتجهيزاتي للعيد، فغالبا رح يكون فيديو الأحد هو تجهيزات أخيرة للعيد، ورح أرجع أرجيكم بيتي كيف سويته، ورح أرجع أعملكم جولة بعد ما غيرت التغييرات اللي سويتها بالبيت. ومثل ما قلت لكم إنه هو صح بيتي كتير صغير بس بضل بغير كتير فيه كرمال إنه جدد نفسيتي فيه، كرمال إنه يعني أنتوا تحسوا حالكم إنه أنتوا حسنتوا تعملوا شيء تغيروا فيه نفسيتكم، سواء إنه هيك تبهجوا يكون في عندكم بهجة عيد. فكذا هون جبت هي الطاولة لأنه عندي بكرة بالعيد بدي أعمل سفرة العيد، فيعني مضطر إنه يكون عندي طاولة كبيرة كرمال إنه أحسن أفرد عليها الأشياء اللي أنا جايبتها وهيك. فدخلتها، ومثل ما قلت لكم كمان أساسا يعني البرندة صارت السفرة عليها أو الطاولة كتير كبيرة وضخمة، وهلأ إجا وقت الصيف فبدي أقضي كم يوم حلوين يعني قبل ما أطلع من البيت بإذن الله فيهم على البرندة وصور لكم كمان. ومنه إنه من يعني من باب التغيير إنه كرمال تتغير نفسيتنا، إنه أنتوا يعني جددتوا شيء يبين إنه أنتوا طلعتوا من رمضان فتوا مثلا بجو العيد. وبعد ما شلت الأشياء اللي بتخص رمضان بلشت أفتح الأشياء القديمة اللي كانت عندي. إذا متذكرين هدول الدفاتر أو الكتب الديكورات اللي كانت عندي قبل، وهي الوردة هي الفازة وهيك الوردة عن جد اشتقت لهم. يعني بتحسوا إنه لما بتشيلوا الشغلة من بين إيديكم لفترة معينة، حتى إذا أنتم انتبهتوا إنه الطفل لما بتنشال لعبة من إيده وبترجعوا بتعطوه إياها فبيكون إلها كتير بهجة. فكمان هيك نحن يعني هدول الأشياء أنا ما بخليهم متوفرين عندي كل السنة أو كل الوقت. فمثل هدول الصواني اللي شايفينه لهم بلور، أنا
تقريبا مثلا بخليهم أكثر شيء بالأعياد كرمال إنه كلهم بهجة مثلا بالعيد، وكرمال إنه مثلا يعني يكون عملت هيك تغيير، أما ما يكون على طول الأشياء متوفرة بين إيدي فبتكون ما إلها قيمة. وهون أخذت هيك كمان علبة المحارم وراح حط فيها، شفتوا علبة المحارم حطت فيها محارم جديدة. وهون أخذت هي المضيفة. هي المضيفة عن جد بحسها قطعة من قلبي قد ما بحبها، يعني كتير كتير بحبها، هيك مرخمة وفيها ذهبي، ألوان الذهبي وهيك، هدول الألوان اللي كتير بحسهم هيك بيلامسوا مشاعري يعني. فهون بلشت كمان طبقها. كمان هي صار لها عندي سنة تقريبا، سعرها هلا بحدود 2000 ليرة. هلا أنا جبتها من قبل مو هيك كان سعرها، بس هلا صار فوق 2000 ليرة. فكمان هيك بحسها إنه كتير رايقة هيك على سفرة العيد. شايفين كمية الروقان بالمضيفة؟ هي مضيفة الشوكولا وهيك، ما بعرف يمكن أحط فيها حلويات هي العيد، بس عن جد كتير كتير هيك بحبها. هلأ هون كمان كنت جايبة هي الزبدية كمان، هيك زبدية شفافة بس مدهب دايرها. كمان هدول الأغراض اللي هلأ رح تشوفوهم هدول جبتهم جديد من آخر روحة لميدان بارك اللي صورت لكم إياها بأول فيديو. هي الزبدية أخذتها من المحل اللي جنب ميدان بارك، عامل عليها عرض، أخذت وحدة بس ممكن أخذ وحدة تانية لأنه ما عندي زبادي بهذا الحجم، يعني إنه حجمه تكون كبير. وكمان أخذت هذا برج باريس أو برج إيفل، كتير حبيته، حديد مكتوب عليه باريس وهيك، حجمه كتير مناسب. كان في منه الحجم الصغير وأنا أخذت هذا الحجم اللي بيعتبر كبير، يعني كان في منه بقاعدة وإضاءة وهيك، ما حبيته، حسيته صراحة إنه لئيم منظره يعني. أما هذا حسيته هيك لطيف، الحديد تبعه قاسي، فإنه بتعتمدوه كزينة، كمثلا ديكور أو خلفية للتصوير مثلا، ممكن نضيفه بخلفيات التصوير. فأنا كتير حبيته. هذا ما بيخص العيد ولكن جبته لأنه حسيته كتير حلو. وهون بلشت يعني أخذت كمان صنفين جداد أو نوعين جداد من المضايف. هلا أنا شفتوا المضايف اللي طابقين عندي إياهم بالفيديوهات الماضية، أرجيتكم إياهم فردتهم معكم على العيد، هدين كان إدمة. أما هدول حبيت أشتري شيء جديد للعيد، يعني يعني كأنواع جديدة بالمضايف. أخذت هاي اللي مثل هيك بتحسوها مثل عرباية وفي فوقها زبادي بيضة. عن جد كتير كتير بحب اللون الذهبي مع الأبيض أو اللون الخشبي والذهبي والأبيض، يعني بحسوا ميكس بجنن، يعني كتير بتحسوه في فخامة إنه اللون الذهبي أو الأسود مع الأبيض. ورجعت أخذت كمان هاي اللي هي عبارة عن كمان نفس الشي بس 3 زبادي بيض مدورين. هلا هيك تقريبا بعتبر حالي انه صرت جاهزة لانه اعمل سفرة العيد. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وضروري تفعلوا الجرس، لانه هلا الفيديوهات اللي رح نزلها كلها يعني لازم انتم تشوفوها، اللي هي سفرة العيد، الاشياء اللي ممكن انه جهزها معكم بالفيديوهات الجاية. وهون رح كمل معكم التغييرات أو الأشياء اللي ممكن نساويها قبل العيد. هون أخذت مثل ما شايفين، كنتوا إذا أنتم منتبهين إنه كان على هي الطاولة في مضيفة رمضان وفي محارم رمضان وفي الأشياء اللي بتخص رمضان والتمر وهيك، فهون بلشت نظفها. هلا حرفيا أنا هي الطاولة يعني بمسحها تقريبا بشكل يومي، بس بتتغبر كتير لأني أنا على طول فاتحة شبابيك البيت كلهم، بتكوني طابق أخير، فعلى طول عندي بيكون في هيك شوب، بكون هلا بلشت تشوب الدنيا وهيك، فكتير بحب أفتح شبابيك البيت. فكرة حتى بالشتاء أنا بفتح الشبابيك يعني، وهي مثلا إذا في باب برندة أو شيء، لأنه ما بحب إنه البيت يكون فيه ريحة خمة، أو إنه مثلا ممكن يكون فيه هيك ريحة نفس أو كذا، فبضل بفتح الباب البيت. وهذا الشيء كتير ضروري إنه أنتم كمان تساووا لو كنتوا أنتم ساكنين باسطنبول، لأنه اسطنبول أساسا منطقة جدا رطبة. هلا البيت اللي أنا ساكنته أول ما سكنته كمان هيك، هلا أنا أخذته جديد بس البناية كلها بتحسوها بترطب، بس أنا بيتي الحمد لله ما إجار طوبة أبدا إلا بالحمام، لأنه بنضطر يعني إنه أنتوا ترطب المكان كونه بنتحمم وكذا. أما الباقي البيت الحمد لله ما في رطوبة أبدا، كونه أنا كتير بفتح يعني على طول فاتحة شبابيك البيت. هلا هون بعد ما خلصت البيت وكل شيء، هون بلشت حطيت البخور وشغلت البخور والبيت صار جاهز يعني.
هلا أنا بتذكر بهي الأوقات بتكون ماما على طول، يعني آخر 10 تقريبا من رمضان بتكون عم تعزل البيت وتسوي مثلا هيك الشغلات اللي بتخص العيد وهيك مشان نستقبل العيد. فبتكون على طول مشغلة عنا مثلا سواء التلفزيون أو الراديو أو أي شيء، أو مثلا مسجلة كانت على طول مشغلة تكبيرات العيد بآخر 10. فأنا هون عن جد من نفسيتي كمان هيك نفسيا باخد الواحد بياخد عادات أهله. فكمان هون أنا بلشت حطيت يعني من آخر 10 بلشت أحط تكبيرات العيد، وهذا الشيء كتير بأثر بنفسيتي. يعني أنا كتير هيك بنبسط لما بسمع تكبيرات العيد، وأكيد كلياتنا. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات أنتم من أي يوم بلشتوا تحطوا تكبيرات العيد. وهون خلصت تقريبا كل شيء بالصالون، بس بالصالون يعني، ومو كل شيء كمان يعني بكره على العيد كمان يوم فيديو يوم الأحد رح تشوفوا شغلات تانية ممكن نضيفها للصالون. بس هيك خلصته، ما شلت هذا هي الهلال النجمة والهلال اللي حاطته أنا هون، لأنه حسيته يعني هيك حسيته عطي جمالية للبيت. وعم صور لكم إياه من كل الجوانب، ومشغلة تكبيرات العيد وهيك بخور وفاتحة شبابيك، فإنه الجو كتير حلو. فأنتوا كمان صبايا قوموا هيك بلشوا بالتغييرات هيك وتجديدات البيت، وبلشوا نطفوا البيت وهيك على رواق، يعني قبل ليلة الوقفة مثلا أو باليومين 3 من العيد، مشان هيك تلاقوا إنه في وقت لليلة الوقفة، يعني ليلة عرفة أو يوم عرفة، إنه يكون فيه إنه أنتوا تحسنوا تدعوا الله وتذكروا الله وتصوموا وتصلوا وتكونوا يعني مرتاحين. فإنه خلوا من هاي الأيام يومين 3 قبل العيد إنه تكونوا مرتاحين فيهم. فمن هلا قوموا بلشوا يعني هيك زبطوا أموركم، زبطوا شوي البيت إذا أنتم عندكم كركبة أو هيك، وشاركوني إياها في الإنستغرام. هون بعد ما طفيت الأضوية هيك صار الجو عندي. هلا أنا على فكرة بالليل ما بشغل ضوء أبيض أبدا، ما بحب الضوء الأبيض بالليل، بحسه هيك بيوجع لي الجملة العصبية. فعلى طول بشغل بس هي الإنارة اللي أنتم شايفينها، اللي هي عبارة عن مثلا يا حبل إضاءة، يا أما هي برداية الإضاءة، يا أما مثلا هلال أو شيء قصة يعني. بس ما بشغل ضوء أبيض أبدا بالبيت. فكمان اكتبوا لي في الكومنتات لو عجبكم الجو. هدول المفارش الكنبايات القديمة يعني حطيتهم بالغسالة، وراح ادورها كرمال انه مباشر كمان اخلص منهم واحطهم يعني انظفهم واحطهم بقلب التخت. هون اجى وقت دور سان سبيستيان، ارجيكم كيف طلعت معي. على فكرة يا صبايا عن جد الفيديو اللي نشرته فيه سان سبيستيان كتير اجت تعليقات وكتير اجاني رسائل على الخاص وحتى على الانستغرام. وعموما اذا ما كنتم مشتركين مع حسابي الانستغرام روحوا على الانستغرام تابعوني، ولو حابين تحكوا معي على الخاص بعتولي على الخاص برد عليكم. فهون اجى وقت الانستغرام سان سبيستيان، وهون جبت هذا الصوص حبيت انه شكل فيه، ويا ريتني ما حبيت لانه ما زبط، لانه يمكن كان بده يكون براد البراد وانا كنت حاطته في البراد، فلما عم اضغط عليه عم يطلع كتير هيك كمية كبيرة منه. اخذت قالب السان سبيستيان وفتحته يا صبايا. عن جد على فكرة النكهة بتجنن، يعني اطيب من المحلات عن جد والله. لو انتم بتساووا نفس الطريقة كمان روحوا على الانستغرام شاركوني الصور واكتبوا لي بالكومنتات، مثلا اكتبوا لي بالخاص كيف صارت معكم، صوروا لي النتيجة وهيك. أنا عن نفسي سان سبيستيان صرت مساويتها أكثر من 20 مرة، فإنه صرت خبيرة فيها، والطعم بيطلع معي جدا أصلي، وهي بيعطي نكهتها صراحة الشوكولا. فيكم أنتم تاكلوها على فكرة بلا شوكولا. هلا هي ككيكة بلا شوكولا ما لها مسمنة أبدا، يعني ما بتعطي صحة ولا هيك، ولكن الشوكولا هي اللي بتعطيكم هيك الصحة وبتعطي بتسمننا، يعني هي العنصر المسمن الوحيد بهي الأكلة. فكمان نكهة الشوكولا هي اللي بتأثر على الطعم، فاختاروا نكهة الشوكولا تكون ظريفة. أنا هون أخذت المطربان وحطيته بحمام مي سخنة، ومثل ما شايفين سطحت هيك السان سبيستيان وحطيت عليها شوكولا. وعلى فكرة القوام عن جد أحسن من المطاعم، والطعم والنكهة والريحة بتجنن. جربوها وادعوا لي واكتبوا لي في الكومنتات كيف كانت.
هلا انا القالب اللي سويته شفتوا حطيت فيه علبتين لبن وكذا. فيكم انتم تحطوا نص الكميه وبتحطوه بقالب مربع مثلا لو عندكم جاط بيركس. انا بالعاده هيك بساوي صراحه، فما لكم مضطرين تسووه قالب كبير يعني. المهم انتم النكهه بالنهايه. فهيك كان فيديو اليوم. لو عجبكم الفيديو لا تنسوني من لايك وشير، واهم شيء يا بنات تشتركوا بالقناه، لانه نسبه 75 او 95% من الناس اللي بتشوف فيديوهاتي ما بتشترك بالقناه. فاشتركوا بالقناه وحطوا لايك لهذا الفيديو، خلونا نوصل ل1000 لايك مشان نشارككم كمان وصفات تانية. وبس بحبكم كتير، شيروا الفيديو لكل الناس اللي عندكم، خلوا عدنا تكبر بسرعة. وهلا بقول لكم سلام.